السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأبان. هنبدأ يومنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لكل اخواتي وحبايبي واصحابي اللي دعموني في القناة وكانوا بيكتبوا لي كومنت كويس وبيحفزوني ان انا اوصل، الحمد لله وصلت لساعات المشاهدة المطلوبة والقناة الحمد لله اتفعلت. فجه جوزي وابني قالوا لي تعالي نعزمك بره، فانا اقترحت عليهم ان انا اجيب لهم العزومه لغايه البيت بدل المطعم. هنشوف العزومه دي هتبقى عامله ازاي. انا طلبت كريب وقلنا هنعزمك على كريب، هنشوف الكريب ده هيبقى عامل ازاي. وانا قلت له بقى ايه، دبسته وخليته يجيب هو كل الطلبات، فجاب الطلبات وانا هعمل له كريب احسن من اللي بيجيبه من بره. ما فيش مشكله عادي، في الدفع ما عنديش مشكله، بس اهم حاجه الطعم. ادينا هنشوفها. خلاص الجمهور بتاعنا هو اللي هيحكم، الطعم بتاعنا احلى واللي هيطلع النتيجه في الاخر هم اللي هيقولوا. هنشوف طعم البيت احلى ولا طعم عظيم. يلا وهيبقى في غرامه والناس هتحكم ما بيننا في الكومنتات. ماشي يا عم، يلا نخش بينا على الفيديو ونشوف هنعمل اول حاجه ايه مع بعض. جبت نص كيلو صدور من الفراخ وقطعتها شرايح صغيره كده، تقطعيها رقيقه كده. غسلتها طبعا عشان الزفاره بخل وليمون ونقعتها نص ساعه وصفيتها بالطريقه دي اول حاجه. وجبت نص كيلو من الصدوق، هو عم سمير عايز صدوق فانا جبت له برضه. انا بحب المشكل، ما بحبش انا الفراخ. ماشي يا عم، عملت له طلبه. وانا قلت بقى ايه، النهارده كده عايزين يفرحوا لي وربنا يفرحكم جميعا يا رب. اول حاجه هنحط نص كيلو الصدور، صفيته من الميه كويس. اول حاجه جبت واحده من جوز الطيب وحبه حبهان وفرمتهم كويس ونعمتهم ونخلتهم عشان يبقى معاه ناعم بالطريقه دي كده. هنزل بمعلقه من جوز الطيب على الحبهان، وهنزل بمعلقه من البصل البودر ومعلقه من الثوم البودر، وهنزل بمعلقه بهارات فراخ اخليهم معلقتين صغيرين، وهحط معلقه صغيره من الجنزبيل، وهحط معلقه من الفلفل الاسمر، وهحط معلقه من البابريكا المدخنه. هقلبهم كويس كده. وهنزل بنص الكميه كده على صدور الفراخ، وهنزل بعلبه من الزبادي. عندك لبن رايب ماشي، زبادي ماشي، اللي متاح عندك حطيه. وهحط معلقه من الملح. هنزل معلقه كبيره من هرسه معجون الطماطم وهرسه شطه، وهحط معلقه كبيره برضو. هرسه الشطه دي انا اللي عاملاها. وهنزل بمعلقه كبيره من المستردة، وهنزل بربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه صغيره كده. وهنزل بشويه من الليمون، قولي ليمونه كبيره، وتقلبيهم كويس كده. عشان يتشربوا البهارات هسيبهم منقوعين حوالي ساعه ولا 2 لغايه ما نشوف هنعمل ايه مع بعض. اغطيهم بورق استرتش واحطهم في التلاجة كده. بعد ما غطيتهم بالاسترتش هحطهم بقى جوه التلاجة ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنعمل الصدق بقى مع بعض. هحط شويه من الزيت. اول حاجه هنزل بقى بالصدق بعد الزيت ما يقدح. شوحي الصدق كويس، وبعد ما يتشوح معاكي هنزل ببصل مقطعاه جوليان واشوحه كويس مع بعض. وبكده بعد ما حطيت البصل اهو هسيبه يتكرمل مع الصدق. وهنزل بمعلقه من هريسه الشطه
دول الذبيحه الاول. هحط معلقه صغيره من هريسه الثوم، هيديكي تيست عالي قوي مع الصدق. بعد ما اتشوحت معايا هنزل بقى بالفلفل الاخضر، شويه كده من الفلفل الاخضر، وهنزل شويه من الفلفل الالوان، ومقطعه طماطمايه واحده هنزل بيها، طماطمايه واحده صغيره، وتشوحيهم كويس مع بعض. بعد كده هحط البهارات بقى، هحط فلفل اسمر، ربع معلقه من الفلفل الاسمر، وهحط ربع معلقه من البابريكا المدخنه، هحط ربع معلقه من الثوم البودره، وهحط برده ربع معلقه من البصل البودره، وتشوحيهم ببعض كويس لمدة 5 دقايق بس. وبكده هنعمل بقى فراخ الشاورما مع بعض. حطيت زيت يقدح، وهنزل بالفراخ كده تاخد لها صدمة الاول بالتتبيلة بتاعتها. بعد ما اتشوحت معانا هنزل بالبصل، مقطع بصل كده جوليان هنزل بيه واشوحهم كويس مع بعض. وبكده هنزل بقى بفلفل الوان، فلفل اخضر، وهنزل بفلفل احمر، وهنزل بالفلفل، واحط رشه صغيره من الزعتر هتديكي نكهه حلوه قوي وريحه حلوه. وتقلبي بقى الميكس ده كده كله في بعضه، وتسيبيهم يتشوحوا برده حوالي 10 دقايق. وبكده هنعمل عجينه الكريب مع بعض بكل سهوله. معانا 4 بيضات، وهعمل كيلو من الدقيق. جبت كيلو من الدقيق ونخلته، لكل ربع كيلو دقيق بيضه، لكل ربع كيلو من الدقيق بيضه واحده. بمنتهى السهوله تعملي عجينه الكريب في البيت. وهنزل عليهم بكيسين من الفانيليا عشان الزفاره طبعا. وهنزل بذره ملح سنه بسيطه كده على طرف المعلقه. وهنزل بمعلقه كبيره من السكر. السكر بيخلي ريحه العجينه حلوه معاكي ولونها حلو، بيحسن اللون. هقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هنزل بكيلو من الحليب، تقلبي كويس قوي لغايه ما يندمجوا مع بعض. وهنزل بربع كوبايه من الزيت، اي نوع زيت عندك. عايزه تحطي زيت زيتون حطي، عايزه تحطي زيت اي نوع من الزيت، زيت ذره، زيت نباتي، اي نوع. وتقلبي كويس. وهنزل بكوبايه كبيره من الميه. وهنزل بالدقيق تدريجيا واقلب، ولو احتجت ميه تاني هحط. بالمصفى عملتها اهو، بعد ما صفيتها بالمصفى وجابت معايا القوام الحلو ده، يبقى كده عملنا معانا عجينه الكريب. هسيبها ترتاح ربع ساعه وارجع لكم تاني.
وبكده حطيت الصينيه وسخنتها، وتدهنيها زيت خفيف كده من الجوانب. عندك جريلا اعملي فيها، انا ما عنديش فقلت اعمل بقى في صينيه ألمونيوم. وتنزلي كده وتلف الصينيه بطريقه دائريه كده، وتحطيها على نار هاديه، ما تقلبهاش الا لما تجيب اللون الدقيق بتاعك يتغير. وبكده تقلبيها بالحرف كده بالراحه، ولما تلاقيها جابت اللون ده تقلبيها معاكي. بعد ما قلبتها بالراحه كده عشان ما تتقطعش معاكي، يا دوبك تاخد لون على الوش التاني وتشيليها. جابت اللون ده تروحي شايلاها بالراحه كده. وبكده عملنا الكريب اهو. بصوا الجمال، بصوا الكريبيه حلوه ازاي اهي. اعملوها بالطريقه دي كده. هنحشي بقى الحشوه مع بعض. وبكده تقسميها كده، خلي اللي هي الكبيره يمت بره والصغيره يمت جوه. وهجيب ميكس من الجبن، جبنه شيدر على جبنه تركي، واحط الحشو في النص عليه. حاولي تجيبيه في النص مش في الاطراف. وبعد كده انزل بالجبنه الموتزاريلا على الوش، وتحطي بقى المايونيز، وبعد كده تحطي الكاتشب وتقفليها كده. بالطريقه دي كده. هحط بقى صينيه على البوتاجاز كده. حطيت الصينيه، حطيت فيها شويه زيت حلوين كده يقدحوا، وهنزل معايا بقى بالرغيف كده. وبكده هحشي معاكم برضو واحد من الصدق. تحط رشه من الجبنه الشيدر والجبنه التركي، وهتحطي حشوه الصدق معاكي كده. الصدق ده بصراحه اختراع، انا ما اعرفش. هنزل شويه من الجبنه الموتزاريلا، حطيت رشه من المايونيز والكاتشب، وتقفلي على الرغيف حلو كده. تقفلي جامد كده، واروح احطه بقى في الطاسه. وبعد ما قلبته على الوش التاني وحسيت ان هو احمر، تحاولي تجيبيه على الجنب عشان يبقى مقرمش معاكي من كل الجوانب، وتمسكيه بالطرف ده كده لغايه ما يجيب الجنب اللي تحت. بعد كده اضيره على الجنب التاني. طبعا انا افتكرت الحركه الغريبه دي، بس يا رب تنجح عشان ما نجحتش هطرد بره البيت. وكده خلصنا الفيديو. بصوا الكريب، احكموا انتوا احلى من بره ولا مش احلى من بره. بصوا جميل ازاي. انا هبقى اكتب لكم في الكومنتات حلو ولا لا، انا لسه ما دقتش، مش راضي خلينا ادوق. جميله. انتوا بقى اللي تحكموا ما بيني وما بين سمير، كده احلى من المحلات ولا المحلات احسن. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم دعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم كده. يا احلى متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.